أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم مشاهدينا الكرام. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. المشاريع الزراعية في الكاشبركة تحقق نتائج مرضية في التنمية الحيوانية. مناقشة حول حملة تطعيم ضد سرطان عنق الرحم في جنوب البحر الأحمر. تنظيم أسبوع الطلاب في مديريات الكاشبركة. عشرات القتلى في غارة جوية للمجلس العسكري على قرية في وسط بورما. أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات عقب سقوط قتلى في اشتباكات. وروسيا تجري تجربة لإطلاق صاروخ باليستي متقدم. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أفاد المشرفون على المشاريع الزراعية في المنطقة الجنوبية الغربية في إقليم الكاشبركة تنفيذ أعمال مرضية لتربية الحيوانات إلى جانب تنمية الخضر والفاكهة. وتجري أنشطة تربية الحيوانات في مشاريع علي قدر وعد عمر وقرست وفيسكو الزراعية بالتركيز على الأغنام والأبقار، حيث يتم تربية حوالي 7000 رأس من الأغنام وحوالي 2000 رأس من الأبقار. وتسهم هذه المشاريع في توفير اللحوم للكليات ومراكز التدريب والمؤسسات الصحية وغيرها، إضافة إلى توفير الألبان لسكان الضواحي. وذكر المشرف على الثروة الحيوانية في مشروع قرصة الزراعية السيد إفريم سلمون ذكر تنفيذ أعمال مرضية بإشراف الخبراء لتربية وتسمين الحيوانات. من جانبه أوضح المشرف على الثروة الحيوانية في مشروع عد عمر الزراعية السيد برهاني أسمرام أوضح الاهتمام لرفع إنتاج المواشي. وأشار المشرفون على المشاريع الزراعية في المنطقة الجنوبية الغربية في إقليم الكاشبركة إلى تنفيذ أنشطة منسقة لتنمية المواشي كما ونوعا والتوسع في العلف الزراعي. شهدت مدينة عصر في 9 أبريل اجتماعا لشركاء العمل بهدف تقييم الجزء الأول من حملة التطعيم ضد سرطان عنق الرحم في إقليم جنوب البحر الأحمر ومناقشة أساليب تنفيذ الحملة في الجزء الثاني. وأوضح منسق البرنامج السيد حمد إدريس في التقرير الذي قدمه أن الفترة من 21 وحتى 25 من نوفمبر لعام 2022 شهدت تطعيم 6516 فتاة في 227 نقطة تتفاوت أعمارهن ما بين 9 و14 عاما، وقد بلغت نسبة التطعيم على مستوى الإقليم إلى 93.5%. وذكر الدور الكبير الذي لعبه دعم الجهات الحكومية والمواطنين والمهنيين في إنجاح الحملة، داعيا لضرورة العمل الدؤوب من أجل إنجاح الحملة الجارية خلال الجزء الثاني المنتظم في مايو القادم. وأشار ممثل مكتب الصحة في الإقليم السيد محمد نقوس إلى أن التطعيم الجاري على مستوى حملة والتطعيم المنتظم المقدم في المؤسسات الصحية يوجد في وضع جيد، وهذا خير دليل على الوعي المترسخ. وأوضح مسؤول التطعيم الوطني في وزارة الصحة السيد تيدروس يحدقو بأن البلاد تشهد تقديم 14 نوعا من التطعيم مناشدا لضرورة العمل الجيد لإنجاح التطعيم ضد سرطان العنق الذي أدخل العام الماضي. وذكر حاكم الإقليم السفير محمد سعيد منتاي نجاح الحملة بالنظر إلى الموقع الجغرافي والمناخ وعدم انسيابة الطرق في الإقليم، مناشدا كافة الدوائر الحكومية والجبهة للقيام بأعمال جادة لإنجاح الجزء الثاني من الحملة. وذكر المشاركون لإيجاد حلول فاعلة للمشاكل التي واجهت في الجزء الأول من الحملة وبحثوا سبل تنفيذ الجزء الثاني مقدمين آراء بناءة.
عقد مدير مديرية أفعبة السيد أحمد محمد نور رجب في 8 أبريل سيمينارا لطلاب المرحلة الثانوية حول دورهم الفاعل في إنجاح البرامج التنموية. وقال السيد أحمد إن الإنجازات التي حققناها حتى الآن تعد حجر الزاوية لمستقبلنا المشرق، وتركيزنا الأساسي ينصب في الوقت الحالي على التنمية، مشيدا بصمود ووفاء الشباب في كافة المجالات. وأوضح السيد أحمد أنه لا يتحقق التطور بين ليلة وضحاها، موصيا الشباب التحلي بالصبر والمثابرة والقيام بكل ما يطلب منهم، بالإضافة إلى تنشئتهم بالقيم المجتمعية السمحة. وفي الختام ناشد الشباب للابتعاد عن المكيفات والتركيز على التعليم، مدركين بأن تطور البلاد لا يتم إلا عن طريق المعرفة الأكاديمية والمهنية. نظم في مديريات لوقعنسبة وشامبيقو وقلوج أسبوع الطلاب الثقافي الرياضي. ونظم أسبوع الطلاب في مديرية لوقعنسبة من 7 وحتى 9 أبريل بأجنحة التعليم والصور والابتكار والمعلومات العامة والأدب والأغاني والحوار والمسرح والمناشط الرياضية. وأوضح مسؤول الخدمات التعليمية في المديرية الأستاذ صحيح برهاني بمشاركة حوالي 550 طالبا ومعلما في الأسبوع الطلابي، مشيرا إلى المشاركة المميزة للطالبات في جميع المجالات. وفي مديرية قلوج نظم أسبوع الطلاب بمشاركة 28 مدرسة بأنشطة ثقافية ورياضية وتعليمية. كما نظم أسبوع الطلاب في مديرية الشامبيقة بمناشط رياضية وثقافية وفنية. نتابع الأخبار على الصعيد العالمي بعد هذا الفاصل. على الصعيد العالمي، أدانت الأمم المتحدة غارة جوية للمجلس العسكري الحاكم في بورما على قرية في وسط البلاد أوقعت عشرات القتلى. وقال المجلس إنها استهدفت منطقة يسيطر عليها معارضون. وصرح المتحدث باسم المجلس العسكري زاو مين عن مروحية مقاتلة أطلقت النار على الهاربين من القاعة، مشيرا إلى معلومات أفادت بمعطل نحو 100 قروي في الضربات التي شهدتها منطقة ساغاينغ معقل المعارضة في وسط البلاد. وأفاد الشهود في اتصال مع وكالة الأنباء الفرنسية بأنهم رأوا نحو 100 جثة. وبرما غارقة في الفوضى منذ أن استولى العسكريون على السلطة فيها إثر انقلاب قادوه قبل 2 سنين. وتعد منطقة ساغاينغ القريبة من ماندالاي ثاني أكبر مدينة في بورما معقل المعارضة الشرسة للمجلس العسكري، وتشهد معارك عنيفة منذ أشهر. تبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات ببدء إطلاق النار حول منطقة إقليم ناغورنو قرباخ المتنازع عليها في اشتباك أسفر عن سقوط قتلى من الجانبين. وأصدرت وزارتا الدفاع في الدولتين بيانات حيث ذكرتا أن عددا غير معروف بعد من جنودهما لقوا حتفهم في اشتباكات بالقرب من ممر لاتشين محل النزاع. وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان إن قوات أذربيجان بدأت إطلاق النار على قوات أرمينيا التي كانت تمارس عملا هندسيا بالقرب من قرية تيغ في مقاطعة سيونيك بجنوب أرمينيا. من جهتها أفادت وزارة الدفاع في أذربيجان بأن قواتها تعرضت لإطلاق نار عنيف من القوات الأرمينية المتمركزة في مقاطعة سيونيك. وبموجب اتفاق هدنة تم التوصل إليه بوساطة روسية في خريف عام 2020، تخلت أرمينيا عن مساحات من الأراضي كانت تسيطر عليها منذ عقود، ونشرت موسكو قوات للإشراف على التقيد بمفاعل الهدنة. الخبر الأخير في هذه النشرة: أعلنت روسيا أنها أجرت تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ باليستي متقدم عابر للقارات بعد أسابيع على تعليق مشاركتها في آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن طاقما قتاليا أطلق بنجاح صاروخا باليستيا عابرا للقارات ICBM نظام صاروخي أرضي متحرك من موقع التجارب في كابوستين يارو. وأعلن بوتين في نهاية فبراير أن موسكو ستعلق مشاركتها في معاهدة ستارت الجديدة التي اتفقت بموجبها روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على الحد من المخزونات النووية والخضوع لعمليات تفتيش متبادلة. ولم تحدد وزارة الدفاع الروسية نوع الصاروخ المستخدم في عملية الإطلاق، لكنها ذكرت أن الهدف من التجربة هو اختبار معدات قتالية متطورة لصواريخ باليستية عابرة للقارات. نهاية النشرة، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. المشاريع الزراعية في القاشبركة تحقق نتائج مرضية في التنمية الحيوانية. مناقشة حول حملة تطعيم ضد سرطان عنق الرحم في جنوب البحر الأحمر. تنظيم أسبوع الطلاب في مديريات القاشبركة. عشرات القتلى في غارة جوية للمجلس العسكري على قرية في وسط بورما. أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات عقب سقوط قتلى في اشتباكات. وروسيا تجري تجربة لإطلاق صاروخ باليستي متقدم. سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. شكرا لحسن المتابعة ودمتم في أمان الله.